صباح الخير والسلام يا عزيزي. انا النهارده اول يوم شغل وحاسس ان انا واخد بنج في مخي والدنيا صيام وتعب، فمش عايز جدال كتير وعايز ألت واعجب في الكلام كتير. يعني عايز اقول الكلمتين اللي المفروض ان انا اقولهم وانتوا تعوهم وتستوعبوهم، واللي مش عايز يستوعب يغور في 60 ده ما يفرقش معايا. المهم ان انا اقول الكلمتين اللي جوايا. يعني الانسان اللي بيثق في نفسه وعنده ثقة عالية في نفسه مش محتاج تصفيق وتسقيف من الناس. هو كده كده عنده ثقة في نفسه، فده مدح الناس أو ذمهم أو تفخيمهم فيه أو ذمهم ليه مش هيفرق معاه. البني آدم اللي بيثق في نفسه عادة بيكون مستمع جيد، يفضل يسمع 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 يسمع، وأول ما بيتكلم بيربك اللي ما عندوش ثقة في نفسه، فبيخاف بيكش بيرجع. خلي دايما عندك ثقة في النفس وخليك دايما صادق في تعاملك، بلاش الكذب، بلاش اللوع، بلاش اللف، بلاش الدوران. خليك مستمع، افهم، استوعب، شوف الناس بتحكي في ايه، اسمع منهم، اشتري ما تبيعش، اشتري ما تبيعش. انا خلصت الكلمتين بتوع النهارده بتوع اول يوم شغل.